بقى له فترة من قبل موضوع المستشار مرتضى منصور. طيب، الأحداث اللي بتتم داخل نادي الزمالك هي بصراحة لا تسُر عدو ولا حبيب. في من بعض التخبُّطات طبعًا الإدارية، التخبُّطات الإدارية دي أكيد هتأثّر على النادي، على اللعيبة، على الجهاز الفني، على الجهاز الإداري، على كل الموجودين في النادي. وطبعًا المستشار مرتضى منصور إن المجلس عيّنه كمستشار فني ليه. طبعًا دي حاجة يعني إيه، أغضبت وزارة الرياضة، إن لأ، كده مش هينفع، إن المفروض أصلًا أنت قرار عزلك أنت مش هتبقى موجود، وبعدين هييجي دلوقتي يتعيّن رئيس، هتعمل انتخابات وهتعيّن رئيس للنادي ونائب رئيس. طب النائب الرئيس والرئيس دول هييجوا ومرتضى منصور موجود في المجلس، حتى هو لو كان مستشار، فهيحصل تخبُّطات إدارية بين ده وبين ده وبين ده. في بعض الحلول دلوقتي المقترحة إن يتم